زي ما بقولك في كل حلقة، كرة القدم مليانة ايه؟ مليانة معجزات. وعشان كده المرة دي انا هقولك حكاية ظريفة جدا قبل ما نبدأ. تخيل تكون داخل نهائي دوري ابطال اسيا وانت بتلاعب نادي كوري جنوبي على ارضك، فعايز تديهم جونين 3 كده او فرق 2-3 عشان تروح مرتاح في العودة. بس بعد 90 دقيقة بتتفاجئ بحاجة غريبة جدا، انك خسران 3-1 وعلى ارضك. انت الاتحاد السعودي خسران من سونيجام 3-1 على ارضك، ومفروض كمان اسبوع لسه هتلعب تاني في كوريا الجنوبيه، فمش عارف تعمل ايه. تخيل بقى انك رئيس النادي في الوقت ده، المدرب ماشي، اللعيبه ممكن تمشي، انما انت اللي قاعد وهتشيل الطين لوحدك. فيا ترى هتعمل ايه؟ انا اقول لك هتعمل ايه. اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكمان عشان تعرف تحل المشكله دي معانا ازاي. في اخر الفيديو هتكون عرفت الحل عشان لو اتحطيت في الموقف ده. يلا بينا نشوف اعظم ملحمة لرئيس نادي في تاريخ كرة القدم بدون مبالغة. على طول كده سريعا هحكي لك ما قبل النهائي. ايه اللي حصل قبل ما الاتحاد يوصل النهائي ويتغلب في الذهاب؟ الاتحاد شارك في بطولة اسيا بشكل طبيعي جدا، وبيصعد متصدر كل مجموعة من المجموعات السبعة، وبياخدوا الثامن اللي هو بطل النسخة اللي قبلها اللي هو كان العين الاماراتي. فالاتحاد بيتصدر المجموعة وبيبقى في الثمانية الكبار، وكسب داليانشيت في دور الثمانية 1-0 في السعودية بعد التعادل في الصين 1-1. فما بيصعد بيقابل جيون بيك هايونداي الكوري الجنوبي في دور نص النهائي، عشان بعد ما يكسبوا في السعوديه 2-1 بيبقى خسران في الشوط الاول في كوريا الجنوبيه 2-0 وخلاص. هيطلع بيعمل ريمونتادا اسطوريه وبيسجل هدفين وبيتعادلوا 2-2 في كوريا الجنوبيه عشان خاطر الاتحاد بيصعد للنهائي اللي خسر في اول مباراة زي ما قلت لك 3-1. وبتبدأ معانا القصة الاسطورية، واديك عرفت ايه اللي جابنا هنا. ومعادنا دلوقتي مع سونيجام الكوري اللي كسب الاتحاد 3-1 في السعودية. خلاص كله استسلم، خلاص رفعوا الراية البيضاء، الا واحد بس بطل قصتنا هو منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد، بطل الحكاية. قال لك الموضوع لسه ما خلص، شال المسؤولية لوحده، قال للعيبة اعملوا اللي عليكم، ونتيجة مباراة الإياب عليا، بس أنا عايز أشوف 100%. هل الكلام ده كان كفاية عشان يصحي جهود لعيبة الاتحاد؟ لا على الإطلاق. اللعيبة كانت محبطة، فعرف إن السبب هو في تغيير جذري من الأول. فأول قرار قوي خده هو إقالة تومسلاف إيفيتيتش مدرب، وتعيين مساعده إدراجان تلايتش هو المدرب المساعد. هيعمل ايه في اسبوع؟ المدرب المساعد اصلا كان موجود بقاله 8 شهور وحافظ اللعيبه وحافظ تكتيكاتهم وعارف نقاط قوتهم وعارف نقاط ضعفهم، لكن محتاجين نغير دم قوي، فلازم المدرب كان يمشي. اللعيبه اساسا ما كانوش مصدقين في دراجان، ونصهم اساسا ما كانش عايز يسافر العوده. فاضل اسبوع ولسه هنسافر قبل المباراه في يوم، يعني كلها 6 ايام وهنرجع نلعب الفريق ده تاني. ايه الهم ده يا رب بس. فالمشكله ان رئيس النادي طلع عليهم تاني بقرار تاريخي. منصور البلوي قال لهم، مين قال ان احنا هنسافر كمان 6 ايام قبل المباراه بيوم زي ما بنعمل كل مره؟ احنا هنسافر من دلوقتي حالا كوريا الجنوبيه عشان تتعودوا على الاجواء، والاجواء عشان تفهم مغايره تماما. درجه الحراره هنا في العشرينات في الشتاء، لكن درجة الحرارة هناك -2 هتبقى يوم المباراة، واحنا بنتكلم في -1 و-3 قبلها بيوم وقبلها بيومين. يعني الجو تلج حرفيا، درجة تجمد المياه هو اقل منها. فلازم عشان نتعود على الاجواء نسافر بدري وناخد بدري على درجة الحرارة. بس ده مش السبب الوحيد او مش السبب الحقيقي لسفر نادي الاتحاد السعودي وخطة رئيس النادي عشان يسافروا بدري. السبب الحقيقي بقى ان هم كانوا عايزين يلغوا الاحباطات كلها. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي الصحافة السعودية بتقطع فينا، الجمهور السعودي بيقطع فينا، كله خلاص اعتبرنا خسرانين. لو قعدنا خلاص اللعيبة هتبدأ تصدق اكتر ان احنا خلاص خسرنا اللقب والمباراة ملهاش لازمة هناك. انما هنروح لاجواء تانية، ناس في كوريا الجنوبية مش مهتمية بينا، مهتمية بفريقها بس. احنا مش هيبقى علينا اي ضغوطات الفشل، وهنبدأ نفكر في اسباب النجاح. بيوصلوا كوريا الجنوبية وبيبدأوا يستعيدوا ذكريات نصف النهائي
النهائي اللي كان من كام يوم او من شهر بالظبط، فقالوا لا احنا جبنا جونين في البلد دي كوريا الجنوبيه، ما كنا بنلاعب في نص النهائي سجلنا جونين وكمان من الدقيقه 68 للدقيقه 90، يعني احنا بنتكلم في جونين في 22 دقيقه، لو عملناها هيبقى الحكايه كلها بنتكلم في جون. فرئيس النادي اكد على الكلمه دي، قال لهم سجلوا جونين 2 بس في الشوط الاول، بعد كده هنقدر نرجع. فالموضوع ده بعد التأقلم خلاهم يحترموا دراجان، وقالوا كمان ان الراجل ده عنده حاجة يقدمها في الملعب ولازم نسمع كلامه عشان نقدر نرجع، لان دي طريقة الرجوع الوحيدة. فدراجان بدأ يدور على ميزته في البطولة، وميزة الاتحاد عامة لقاها في الضربات الثابتة، والحسن الحظ دي عيب الفريق الكوري الجنوبي، وفرق شرق آسيا كلها كانوا لسه ما ظبطوش حتة الضربات الثابتة، والضعاف بشكل مش ممكن يعني فيها، ما بيعرفوش يسيطروا على نفسهم في الضربات الثابتة. فحطوا خطة مباراة العودة دراجان، بس مين حطه؟ لأن منصور البلوي كان لازم يوافق على الخطة، مش عايز خطة أبدا تبان ضعيفة، عايز خطة قوية. فبعد ما عرضها عليه المدرب دراجان قال لك تمام يلا نلعب بيها، وكان فيها 8 تغييرات عن مباراة الذهاب، بنلعب ب8 تانيين خالص غير اللي بدأنا بيهم قدام سونيجام الكوري. فبيبتدي الاتحاد المباراة وبيبدأ يركز على ميزته مع ضغط شرس جدا في البداية عشان خاطر يخوفوا الفريق الكوري ويخلوه يفقد الكرة على طول ونبدأ ننفذ طريقتنا. بتيجي ضربة ثابتة بدري، وبيقدر الاتحاد من ركنية زي ما اتدربوا على الضربات الثابتة يرجع الأمل تاني بجول عن طريق رضا تكر في بداية الشوط الأول، عشان يدوا لنفسهم دفعة وأمل كبير إن إحنا قادرين نرجع. حتى بان من احتفالهم إن هم مش فارق معاهم الجون قد ما فارق معاهم الجون اللي هيجي بعده. ووقت المباراة بيقعد يعدي لحد ما بنوصل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ضايع في الشوط الأول، يعني الدقيقة 49، بتيجي ضربة ثابتة من بعيد بتتنفذ عرضية داخل المنطقة، وبتتسجل جون تاني عن طريق حمزة إدريس عشان نادي الاتحاد ينهي الشوط الأول بأفضل شكل ممكن بنتيجة 2-0. فاضل جون واحد بس ونبقى أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخنا. اللعيبه الادرينالين بتاعها طلع في السماء لدرجه ان بين الشوطين مفيش ولا لعيب قعد لحظه، اللعيبه كلها واقفه، محدش راضي يقعد في الاوضه، كله واقف جوه الاوضه، واللي منهم بيتنطط عايزين يرجعوا يخشوا الملعب تاني حالا، مش عايزين الوقت الراحه بين الشوطين. انا سخن، انا ومن جوايا عارف ان انا خلاص هكسب الماتش، فاضل احط الجون عشان اقول للناس انا فعلا كسبت الماتش ولازم انزل الملعب تاني في اي طريقه. الربع ساعه عدت اكنها 15 سنه على لاعبي نادي الاتحاد السعودي بين الشوطين. فاول ما نزلوا الملعب الدقيقه 45 الضغط ما توقفش لحظه عن المباراه لحد ما في الدقيقه 56 محمد نور بيحط في الفريق المتهالك الهدف الثالث، وهدف اعلان نادي الاتحاد السعودي هو بطل اسيا لاول مره في تاريخه القروي. مش بس كده، الفريق سونيجام انهار تماما، انهيار بشكل لا يصدق، لحد ما محمد نور بعديها حط الرابع، بعد كده دخل فيهم الجون الخامس، وكده بقينا ابطال اسيا خلاص. مناف ابو شقير بعد تسجيله الهدف الخامس بيقول للناس كلها الاتحاد اللي كله اتريق عليه هو بطل اسيا، وبنقدر نكسب الكاس. ونادي الاتحاد السعودي هو نادي صاحب اقوى ريمونتادا حصلت في تاريخ الرياضة، مش السعودية، مش العربية، مش الاسيوية، لا في تاريخ الرياضة ككل. انا لحد دلوقتي ما شفتش ريمونتادا اتعملت في نهائي زيها، ريمونتادا حرفيا بجد اسطوريه، وسببها الراجل اللي في الصوره ده هو منصور البلوي، راجل صدق في فريق الاتحاد اللي بيحبه وقت ما ملقاش ولا واحد يصدق فيهم ويقول ان هم هيرجعوا بالبطوله تاني. وكده دي تبقى قصة الملحمة الأسطورية لمنصور البلوي ونادي الاتحاد السعودي عشان يبقوا أبطال آسيا لأول مرة في أقوى ريمونتادا في التاريخ. لو عجبك الكلام اللي أنا قلته ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان نقول لك قصص تانية، وسلام عليكم.